السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة بقى سفرتنا حلوة جميلة قوي. ورقة اللحمة بمنتهى السهولة، وحاطة فيها كمان خضار. بس ما تنسونيش بقى تحطوا لي لايك واشتراك وكومنت حلو منك كده عشان يشجعني. وقبل ما نبدأ في اي حاجة، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالي نشوف بقى ورقة اللحمة دي احنا عملناها ازاي وطريقتها وببساطة ازاي. عندي هنا بقى شرايح من اللحمة. اللحمة بقى اللي موجود عندك، بس يفضل انها ما تاخدش وقت في السوا. دي شرايح كده بفتيك بس متقطعة تخين. هتبلها الاول برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. اي نوع لحمة انتي تفضليها، بس اهم حاجة ما تاخدش سوا معاكي. ولو لحمة هتاخد سوا تسويها نص سوا الاول قبل ما تحطيها في ورقة اللحم. ورشة من الجنزبيل، رشة من ملح وفلفل وجنزبيل، ورشة من 7 بهارات. وهنقلب بقى كل الخلطة دي كده مع بعض. هتبل بقى اللحمة كده كويس قوي. اقلبها كده كويس. وكمان رشة من البابريكا. طبعا التوابل اللي انتي تفضليها، بس اهم حاجة طبعا فيها الملح والفلفل. اقلبها كده عشان التوابل تخش فيها كويس قوي وتتبل. بعدين بقى احط طاسة هنا على النار فيها شوية سمنة وشوية زيت. يسخن الطاسة بس تسخن. وهبتدي بقى انزل بالشرايح اللحمة بتاعتي كده عشان تاخد صدمة ولون كده، تبقى زي المتحمرة كده. هديها صدمة، بس اهم حاجة الطاسة تكون سخنة معاكي عشان تاخد صدمة وما تنزلش المية بتاعتها. احط بقى كل الشرايح كده بتاعتي. طبعا الطاسة لو حجمها صغير مش هتاخد الكمية كلها، كمان عشان ما الطاسة ما تبردش معاكي. فاعمليها مثلا على جزئين على 3 حسب بقى كمية اللحمة اللي معاكي. وطبعا خدت بقى تحميرة كده من الوش، وقلبتها على الوش التاني عشان برضو تتحمر من الوش التاني، عشان ما تحطيها بقى وهي بتستوي تبقى متحمرة معاكي كده واخدة لون حلو. وطبعا هحمرها بقى واشيلها على جنب. هنا بقى خلطة الخضار بقى اللي انتي تفضليه. عندي هنا بطاطس مقشراها ومقطعاها مكعبات. عندي فلفل اخضر وفلفل حامي وبصلة وطماطم كلها متقطعة مكعبات. الخضار اللي انتي تفضليه تقدري تحطيه، واللي مش عندك تقدري تشيليه. هحط بقى الخضار كله كده على البطاطس. وكمان عندي هنا شوية من البسلة والجزر برضو هحطهم. عايزة تستغني عنهم براحتك، عايزة تحطي اي نوع تاني حطي، مفيش مشكلة. عندي هنا ملح وفلفل بابريكا، بهارات 7 بهارات، وتوم بودرة وبصل بودرة وشطة اختياري. طبعا لو مش عايزة الحاجة حامية تقدري تستغني عن الشطة. هقلب بقى الخضار كده بالتوابل. وكمان هحط شوية طبعا من الزيت، معلقتين كده 3. وهقلب بقى كل الخلطة دي كده مع بعضها عشان التوابل تخشلي كده في كل الخضار. هحضر بقى الصينية او البايركس اللي انا هسوي فيه. عندي هنا ورقة من الفويل قطعتها كبيرة كده وعليها ورقة زبدة. هحطها عشان احنا هنسوي على بخار الحاجة، مش هنحط مية ولا اي حاجة خالص. هنزل بقى بخلطة الخضار كده اللي احنا قلبناه كويس. هوزعه كده في الصينية كلها. وبعدين هنزل بقى عليه بشرايح اللحمة اللي انا شوحتها عشان تاخد لون. هوزعها بقى شرايح اللحمة كده. والصوص بتاعها اللي نزل في التسوية بحطه برضو معاه. يعني مطرح الطاسة اللي انا حمرت فيها الصوص اللي نزل منها دوت كده والدسامة دي بحطها برضو معاه.
هقفل بقى كده ورقة الزبدة بتاعتي الاول واكمرها كده كويس عشان تسويلي الحاجة بتاعتي على البخار. هقفلها بقى كويس من كل الجوانب، وهقفل عليها كمان ورقة الفويل. وطبعا هكون مشغله الفرن على درجة حرارة 200 عشان يكون سخن قبل ما ادخل الصينية فيه. بقفلها كده كويس من الجوانب. مفيش ابسط من كده، في صينية واحدة كده عملتي كل حاجة. هدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تستوي. قعدت بقى معايا نص ساعة، طبعا حسب حجم البايركس بتاعك وحسب اللحمة نوعها ايه. طبعا بالشوكة كده بختبر البطاطس واللحمة. لقيتها استوت معايا خلاص بطفي بقى وبطلع. زي ما انتوا شايفين كده استوت وبقت طعمها شكلها جميل وريحتها كانت جميلة جدا. بس كده قدمتها طبعا مع رز بالشعرية ومخلل وعصير مانجا. وبس كده، مفيش ابسط من كده. ما تنسينيش بقى تحطي لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منك كده. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.